اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا ومرحبا. نورتني. اهلا وسهلا. متوقد بوجودك ان شاء الله. اشوفك. بوجودك حبيبي. اوف. شكرا. من اللي طفى هذه الشعله؟ الشعله لا تنطفئ. لا تنطفئ. الشعله البشريه حاولوا اطفائها؟ شعله النفس البشريه لا تنطفئ. حاولوا اطفائها؟ لا ما واجهت هيك محالات يعني، لكن شعله النفس تبقى متوهجه ما دام هناك يعني ايمان بان الحياه يعني عمل وفعل وايضا افكار ممكن ان ترتقي بالانسان. من الاكثر تاثيرا، حمل القلم ام البندقيه؟ يقال ان القلم اهم من البندقيه، لكن الواقع الامر يقول ان البندقيه هي التي تحقق ما لم يستطيع ان يحققه القلم. هل بقيت حظوظ للقلم على هذه الارض؟ نعم. طبعا. حظوظ دائمه ومستمره للقلم. وين شفتها؟ على وجوه من؟ لا، القلم هو الذي يقود الحياه يعني. القلم معناه الفكر، هو ليس القلم الجامد يعني. اعرف. سواء كان قلم رصاص او قلم حبر او كيبورد، ليست هذه هي القضيه، هذه كلها ادوات. انما الفاعل الحقيقه هو الانسان، هو ذهن الانسان، هو فكر الانسان. وطبعا الحياه بدون فكر الانسان يعني لا تعني شيئا. وين رايح فكر الانسان حاليا؟ يبحث عن شنو؟ لا استطيع ان اقول لك انه يبحث عن السلام والهدوء وانهاء هذه الفوضى في الكره الارضيه. طيب. لكنه ممكن ان يبحث في هذه الامور، وممكن ان يقود الى نوع من السلام ما بين الشعوب، ما بين الثقافات وما بين المجتمع.